مثلا قدم سكري عندي في الطوارئ، واقول له مثلا انت مش حاله طوارئ معلش هتيجي العيادات بكره الصبح عياده الجراحه، وكان المريض يتخانق معايا في الطوارئ ويقول لي وانا مش جاي مستشفى ولا ايه، كنت بزعل. وكنت مثلا ممكن اتخانق مع العيان واقول له ايوه مش هستقبلك انت مش حاله طوارئ. وكنت بعيب عن الشعب ده ان هو جاهل. بس المنظور ده يعني بدا يتغير شويه من يوم السبت لما اكتشفت ان رئيس المنظومه نفسها لا يستطيع ان يفرق بين حاله الطوارئ والحاله الغير طارئه. لما وزير الصحه نفسه لا يستطيع ان يفرق ما هي حاله الطوارئ التي استطيع ان استقبلها في القسم الطوارئ عندي، والحاله الثانيه اللي بروحها وتيجي العياده. تمام؟ يبقى انا ما اقدرش اعيب على الانسان الموجود في الشارع العادي لما بيجي المستشفى وانا اقول له انا مش هستقبلك. تمام؟ ويبدا يحصل خناقات عندي في الامرجنسي ويحصل ضرب وتكسير في المستشفى. طب انا كده مش هقدر اعيب على الانسان الموجود في الشارع ده. لان رئيس المنظومه نفسها مش فاهم ازاي في حاله امرجنسي وفي مفيش حاله اسمها حاله تيجي العياده، حاله طول تيجي العياده. هو الموضوع بدا ازاي؟ انا كنت في نبطشي يوم السبت في حوالي الساعه 5 مساء، مش فاكر الوقت بالظبط. كنت لقيت حاجه غريبه في الطوارئ. معهد ناصر طبعا الطوارئ بتاعته زحمه جدا يعني احنا ما بنقعدش من كتر الحالات على السراير وحالات على الكراسي وحالات ارست موجوده جوه وحالات الحوادث. فمن حوالي نص ساعه لقيت الطوارئ فاضيه مفيش عين بتخش خالص والدنيا هاديه وجميله خالص. ومره واحده لقيت كاميرات داخله عندي في الطوارئ ومعها الوزير، دخلوا على اول عيان عندي في الطوارئ وبدا وزير الصحه يتكلم عليا. ده حاجه جميله جدا، بس لو كان الوزير جاي يطور او جاي يغير دي كانت تبقى حاجه كويسه جدا. بس اللي كان باين جدا من طريقه الدخول وطريقه التصوير وطريقه الهجوم اللي كان بيعملها الوزير ان هو مش جاي يصلح، هو كان جاي يبين شكل الاطباء ان هم مش كويسين، ان هم ما بيقدموش خدمه كويس، ان هم عاملين اضراب علشان المصلحه الماديه. وده طبعا غلط، مش دوت اللي احنا كنا عاملينه. الحاجه لا، معهد ناصر للاسف مش مضرب. معهد ناصر كمان يا جماعه مش مضرب على فكره. معهد ناصر العيادات بتاعته شغاله بالقوه الكامله بتاعتها. الطوارئ لان الطوارئ عندنا في معهد ناصر ب 20 جنيه دخول الطوارئ، تمام؟ ده غير اي تحليل واي اشعه بتتعمل بفلوس. طبعا القانون بتاعنا في قانون سنه 2001 رقم 186 على ما اتذكر، انا مش حاسس قانوني قوي يعني، اللي هو بيقول مريض الطوارئ بيتعالج بالمجان. الوزير لغى فاتوره ب 6000 جنيه لاحد المرضى. على اي اساس كان قاعد مجاني يدفع 6000 جنيه؟ مش معنى هو اللي جه اشتكى له وقتها، هو اللي جه اشتكى له. على اي اساس توصل اصلا 6000 جنيه عندكم في لو حضراتكم بصيتوا على الفيديو مش معنى ده هتلاقي مثلا وزير الصحه بيقول هو اللي اشتكى، بيوجه لي الكلام، بيقول لي ايه؟ بيقول لي عيان يا دكتور عنده انسداد في القنوات المراريه بقاله 10 ايام بيجي عندك الطوارئ، ده ما بيتعملوش حاجه. جميل؟ انا عيان عنده انسداد في القنوات المراريه يا جماعه، اتشخص ان هو عنده انسداد ومتحدد ان هو يعمل عمليه. جميل؟ ايه المشكله دلوقتي؟ ان هو طبعا هيعمل قرار يا اما يكون معاه فلوس يا اما يكون عنده تامين. تمام؟ لو الحاجات دي كلها مش معموله مش هيعمل عمليه. العيان ده بيجي لي كل يوم الطوارئ وبيكون انه قاعد عندي بيحاول ان هو يخش عن طريق الطوارئ وطبعا مش هيخش. تمام؟ يلا ما يخلص القرار بتاعه. انا دلوقتي عيان ده عندي مش حاله طوارئ موجود عندي في الطوارئ، وزير الصحه بيقول لي بيجي لك بقاله 10 ايام عندي في الطوارئ وبيحاسبني عليه. انا عيان انسداد قنوات مراريه المفروض ان انا اعمل له عمليه عندي في الطوارئ، بيقول لي العيان دوت دافع 6000 جنيه، العيان ده دافع 6000 جنيه. طب انا مالي دافع 6000 جنيه؟ طب ما انت عارف ان معهد ناصر العيان بيخش بيدفع دم قلبه ولو معهوش فلوس ما بيلزموش. السياحه العلاجيه عندنا في معهد ناصر انا مثلا بدخل مثلا حاله يمنيه حاله سودانيه بيدفع 10000 جنيه دخول. اللي عايز اقوله يا جماعه ان انا بس هتكلم على الدكاتره الفاضل والزملاء اتكلموا على موضوع التامين والطب العلاجي. معلش انا هتكلم بقى بالنسبه لخصوصي انا بالنسبه لطب الطوارئ. يعني انت لو حضرتك سايق عربيتك ماشي في الشارع، تمام؟ ولا قدر الله عملت حادثه، انت دلوقتي كانسان عامل حادثه انت ما انتش قدامك القدره انك تختار ان مين الطبيب اللي هيعالجك، بعكس العيان اللي جاي مثلا جاله دور برد، جاله مثلا وجع في بطنه، انا ممكن اختار استشاري، ممكن اختار الاخصائي اروح له، ممكن اختار اكبر واحد دكتور في البلد اروح له، ممكن اروح لدكتور صغير، انا قدامي الاختيار اختار الدكتور اللي انا اقدر اروح له ويعالجني. لكن بالنسبه لعيان الامرجنسي انا عيان ماشي بعربيتي في الشارع عملت حادثه، دلوقتي بيحصل ايه؟ انا عيان عملت حادثه تاخدني عربيتي الاسعاف توديني مستشفى. المستشفى دي لو ما فيهاش امكانيات، ما فيهاش طبيب امرجنسي كواليفايد ان هو يتعامل مع الحاله دي، هيحصل ايه؟ ان العيان دوت هيموت. هقول لكم حاجه بسيطه، العيان دوت لو دخل الطوارئ ما تثبتش مثلا رقبته، عيان مثلا عمل حادثه عربيه ورقبته ما تثبتش ويتعامل معاه من غير ما تثبت رقبته وحصل كسر في الفقرات العنقيه، العيان ده ممكن يتشل بقيه حياته عشان حاجه بسيطه جدا والدكتور اللي موجود مش كواليفايد او الادوات مش موجوده او المستشفى نفسها مش ايه؟ تمام؟ ماشي. يعني مش مؤهل ان هو يستقبل حاله زي دي. يعني اللي اقدر اقوله ان الطوارئ عندنا في مصر سيئه الى ابعد الحدود.
انا هتكلم بالنسبه لطارق معهد مصر لان الوزير هو اللي جه وقعد طبعا يعيب علينا احنا كاطباء في ان احنا مؤمنين في الحالات. طارق معهد مصر العيان معاه بيخش، ما معهوش ما بيلزموش. بمعنى ايه؟ ممكن يجي لي عيان شيست بين، يعني ايه عنده وجع في صدره، والعيان دوت ممكن يكون تشخيصه بعد ما عمل له رسم قلب بتاع عنده جلطه في القلب. جلطه في القلب معناها ان هو لازم يحصل ايه؟ على حسب الحاله ممكن يبقى ان احنا نعمل حاجه اسمها قسطره، قسطره تدخليه. القسطره دي ممكن تتكلف حوالي 10000 جنيه، ده غير ثمن الايه؟ الدعامات اللي هتتركب. العيان ده لو معاه فلوس هيخش، لو معهوش فلوس هيخش. وممكن يكون معاه فلوس وما يخشش. ليه؟ الاستشاري مش موجود. الاستشاري ما بيردش على التليفون بتاعه، لان مثلا هيفتح القسطره الاستشاري. تمام؟ يعني ممكن يكون العيان معاه فلوس وبرضه مش هيخش يعمل قسطره. ليه؟ لان الاستشاري ما بيردش او مش هيجي. مش هيعمل قسطره. تمام؟ دي حاجه. في مثلا حالات مثلا حالات الحضانات. تمام؟ يجي لك طفل صغير، تمام؟ مثلا ملوش مكان. حالات الاي سي يو الاطفال، يجي لك طفل صغير خلاص العيان دخل في فشل تنفسي ولازم يتحط على جهاز تنفس صناعي، وتحول عيان طفل بالمنظر دوت مكان بره عشان مفيش مكان في رعايه الاطفال. بنستقبل اكتر مثلا في معهد مصر اكتر من 20 حاله كل يوم انديكيتد لازم تخش رعايه مركزه، والحالات دي كلها بتتحول لعدم وجود مكان. ولو الحاله رفضت انها تتحول بتنها قاعده معانا في الطوارئ على جهاز التنفس الصناعي. معلش انا اقول في اللفظ الحاله دي مرميه، لان حاله رعايه محطوطه عندي في الطوارئ. انا كثلاث اطباء طوارئ موجودين شغالين على الطوارئ كلها، والتمريض بتاعنا بتاع الطوارئ شغال على حالات الطوارئ. عمره ما يتم قاعد جنب الحاله اللي على الفنتليتور اللي على جهاز التنفس الصناعي عشان ياخدوا بالهم منها ويديله ادويه. تمام؟ فلو جينا انا كلمت كل الكلام ده مع الوزير طبعا في يوم الزياره، بس طبعا كل الفيديوهات دي اتقطعت، مفيش حاجه اتذاعت. تمام؟ انا لا يعني اتذكر لا يقل عن 20 كاميرا كانت تبع الصحف والمجلات كلها كانت بتصور، ولا واحده منهم جابت الفيديوهات. جابت كل الفيديوهات. لو حضرتك لاحظتوا الفيديوهات جايبين صوره الوزير وهو بيتكلم. تمام؟ انا صورتي حتى ما جاتش غير في كذا لقطه. تمام؟ ولو جه صوتي ثلاث ارباع الكلام اللي انا قلته على ضعف الامكانيات مش موجود. تمام؟ هو الصوره اللي فيها الوزير بيتكلم وعمال مثلا يعنف مثلا مدير المعهد يعنفني يقول ازاي الحاله ما تدخلش. هو ليس من حقه ان هو يقول الحاله تخش ولا ما تخش. انا شفت الحاله، في اخصائي مخ واعصاب بص على الحاله وقرر ان الحاله دي ما تخشش، قرر انه يديها علاج وتيجي في العياده الخارجيه. هو على اي اساس يحدد ان الحاله دي تخش؟ وزير الصحه بعد ما مشي من المعهد الحاله دي اتخانقت معايا في المعهد خناقه رب السما. ليه؟ ما بتقول لي دلوقتي حاله غلبانه قاعده في المعهد ده وزير الصحه بيقول الحاله دي لازم تخش. تمام؟ ودلوقتي الوزير مشي، هيحصل ايه؟ انا همشيه. هيقول لي انت ليه ما بتدخلنيش؟ ده وزير الصحه بيقول لي خش المستشفى لازم تخش دخول. الحاله دي اصلا عشان تخش ما هو مش عارف، ما هو عشان يخش اصلا معهد مصر الدخول عندي في المعهد في قسم داخلي مش هيدفع لا يقل عن 3000 جنيه دخول عشان يخش عندي القسم. يعني وزير الصحه عمال يتكلم ان طوارئ بالمجان، معهد مصر ما فيش عيان بيخش الا لما يدفع 20 جنيه تذكره طوارئ، ده غير التحاليل والاشعاعات. معهد مصر بيخشوا كميه فلوس والله انا ممكن احسب في النبطشيه لا يقل عن 50000 جنيه في النبطشيه. تمام؟ الفلوس دي كلها بتروح فين؟ ذاكر الزيارات. انا عندي سراير الطوارئ عندي في المعهد كلها متكسره، سراير لا تصلح للاستهلاك الادمي. لما بيجي لي عيان عايز اشتغل عليه انعاش قلبي رئوي، العيان السرير عندي مصوصت، بشتغل على صدر العيان ينزل معايا ويطلع. تمام؟ ما عنديش حاجه اشتغل عليها. قلنا عايزين شاشات في الطوارئ، شاشات مونيتورز، ما جاتش. لما بيجي لي عيان نزيف في المخ محتاج اركب له انبوبه حنجريه. تمام؟ لازم اشتغل معاه بدراجز حاجه اسمها رابيد سيكونس، ولازم ادويه موجوده. الادويه دي ممنوع انها تخش عندنا في الطوارئ، ادويه بتنيم وادويه بتعمل مصر ريلاكسيشن، الحاجات دي مش موجوده كلها. تمام؟ بركب انبوبه للعيان مثلا لدواء مثلا سيديشن اسمه دارميكام. تمام؟ حاجه زي دي ممكن ازود النزيف الموجود على العيان في مخه. تمام؟ علشان مش مديني الامكانيات، مع ان المعهد عنده تمام ان هو يقدر يجيب الامكانيات دي وما بيجيبهاش. طالبنا بيها كذا مره مع ان الفلوس كتير، والمعهد عنده كميه فلوس بتخش واكتر من اي مستشفى موجوده على مستوى الجمهوريه. لا والله يعني انا ما اقدرش افتيها، بس انا عارف ان المعهد بيخش فلوس كتير، بس بتروح فين الله اعلم يعني. تمام؟ بالنسبه انا اشتغلت برضه في مستشفيات كتير طبعا تبع الوزاره. انا اشتغلت في بدايتي في احمد ماهر ورحت القصر العيني، بعد كده رحت معهد ناصر، واشتغلت تبع الوزاره في قطاع اسمه قطاع الرعايه العاجله. بتطلع كطبيب بتطلع تبع حاجه اسمها تروما تيم او فريق بيطلع بيتحرك من الوزاره لمواجهه الازمات. تمام؟ القطاع دوت في الوزاره انا اقدر اقول ان القطاع دوت بيتم الصرف فيه مثلا اكتر من ربع في موازنه الصحه. تمام؟ على حاجات ملهاش لازمه. تمام؟ يعني انا مثلا كطبيب مرتبي هنا في الحكومه مثلا هنقول 1100. تمام؟ بروح تبع الرعايه العاجله. تمام؟ بروح تبع الرعايه العاجله، انا نفس الطبيب بنفس مؤهلي بروح هناك الشهر ب 8000 جنيه. تمام؟ تبع الرعايه العاجله.
لا انا بروح، ما رحت تبع العلاج، رحت فعلا تبع العلاج. تمام؟ انا رحت هناك، انا نفس الطبيب اللي بتقاضى في القاهره هنا 1100 بتقاضى في الرعايه العاجله 8000 جنيه. حلو الكلام؟ يعني الفلوس موجوده في الوزاره، ما اقدرش انكر الفلوس مش موجوده. ودوني اماكن عامله ازاي؟ انا رحت سينا. رحت سينا تبع الرعايه العاجله. رحت منطقه مثلا على سبيل المثال اسمها نخل، دي في وسط سينا. يعني كانت مستشفى بصراحه لذيذه جدا. انا رحت المستشفى، طبعا ما فيهاش صريخ ابن يومين يعني. اوضه العمليات كلها مصديه ومقفوله، الرعايات كلها مقفوله، ما فيهاش اي امكانيات خالص، الالات كلها مصديه. ما فيهاش، والله انا ممكن اقول ما فيهاش ازازه محلول على اللي عليه. انا كان بيجي لي عيان مثلا سي عنده وجع في صدره ومحتاج اعمل له رسم قلب، ما عنديش جهاز رسم القلب اللي هعمل له بيه رسم قلب. تخيل العيان ده ممكن يكون جلطه في قلبه وما عنديش الجهاز ده موجود. لدرجه ان في ناس جات لي والله كانت ناس حوادث بنفس اللفظ كده: يا دكتور ممكن اديك كل اللي حيلتي بس تنقذ ابني. انا هنقذه ازاي؟ والله انا ما عندي المحلول اللي علقه له، ما عنديش الحاجات اللي ممكن اشتغل بيها، ما عنديش مثلا الانبوبه الحنجريه اللي محتاج اركبها له، ما عنديش اي حاجه. والله المستشفى ما في. وانا رحت المستشفى دي كتروما تيم علشان المفروض ان انا اشتغل على حالات التروما وباخد 8000 جنيه في الشهر تبع الرعايه العاجله. تمام؟ ومفيش حاله اشتغلت عليها ومفيش حاله جت تستحق ان انا اتدخل فيها وعرفت اتدخل فيها. ان كل الحالات كانت بتحول العريش او العريش او الاسماعيليه، المستشفيات اللي هي القريبه مننا يعني. فعلا الفساد في وزاره الصحه، الفلوس موجوده، بس يا ترى الفلوس دي بتروح فين؟ مين اللي بياخدها؟ مين المسؤول عن توزيعها؟ المعهد مليان فلوس يقدر يطور ويجدد ويجيب سراير، تمام؟ ما بتتجابش. الفلوس العيان اللي بيبقى معاه طوارئ بيخش يدفع ثمن التذكره 20 جنيه. لو ما معهوش ما بيلزموش، ما بيعملش الحاجات دي، بيمشي. عيانين الرعايه والله بنتكلم طوارئ الوزاره اللي هو بيقولوا عاملين جهاز لمواجهه البحث عن الحالات الرعايه والحضانات رقم 137 اللي هو طوارئ الوزاره. تمام؟ لا بيردوا الدكتور عشان بس نبقى واضحين، بيردوا، بس بيحصل ايه؟ تمام؟ ادينا بيانات الحاله وادينا الدكتور المسؤول عن الحاله، نبلغه بيانات الحاله، طبعا هندور على مكان ونبلغ حضرتك. ليه وديك مكان؟ مفيش مكان في المستشفيات، بس الحاله اللي ليها واسطه طبعا. يعني مثلا انا ساعات في المعهد حاله مثلا خلاص انا قلت له مفيش مكان ودكتور الرعايه بص على الحاله مفيش مكان. ما تعرفش بقى العيان ده طلع عارف مثلا حد في المعهد كبير، مسؤول كبير في الوزاره، مسؤول في الامانه، تمام؟ يعرف ضابط شرطه، ضابط جيش كبير، تمام؟ ابص الاقي الحاله اتدحلبت ودخلت الرعايه. دخلت ازاي انا ما اعرفش، بس دخلت الرعايه. ايه اللي بيحصل؟ سرير بيتفضى في الرعايه، العيان يستحق ان هو يبقى في الرعايه ولسه يقعدوا يطلعوه مثلا فوق في الدور ويدخلوا مكان العيان الثاني. تمام؟ اللي اقدر اقوله ان الفساد اللي احنا عايشين فيه في الوزاره، تمام؟ دوت نتيجه ان القيادات هي هو نفس الفكر، ما بيتغيرش، ما حدش بيحاول يطور. مثلا الوزير بيتغير كل شويه، الوزير بيتغير كل شويه، الوزير بيتغير، الوزير بيجي ما بينفذش خطه، ما فيش خطه احنا حاطينها. المفروض في مثلا هنقول ان في الوزير ده شخص تنفيذي، يعني الوزير دوت بيجي على خطه محطوطه مثلا من الدوله، من مستشارين كبار حاطين احنا هنطور وزاره الصحه عندنا في مصر خلال 10 سنين. الوزير ده اتغير ما اتغيرش، الوزير ده مسؤول ان هو يكمل تنفيذ الخطه اللي احنا حاطينها لتطوير وزاره الصحه خلال ال 10 سنين دول. مش يجي كل وزير بمزاجه يحط خطه، يحط قيادات، يعمل اللي هو عايزه. لا، الوزير ده شخص تنفيذي، ما يحطش خطط، يجي ينفذ الخطه اللي حاططها لجنه كبيره مسؤوله عن تطوير وزاره الصحه خلال فتره معينه محطوطه لتطوير هذه الوزاره اللي شهدت فساد. انا مش عارف اقول فساد اداري ومالي وصحه وعيانين بتموت يعني اللي عنده عيان تعب وراح مستشفى وكان محتاج عنايه مركزه ودخل اي مستشفى واتبهدل بيه وعرف قد ايه الوزاره دي فاسده، تمام؟ هيعرف ان العيب مش في الاطباء. يعني العيانين بيجي تتخانق معانا في الطوارئ لو حاله محتاجه تدخل رعايه مركزه، يقول لي انت دكتور ما عندكش قلب، ما عندكش ضمير، لو حالتك لو امك لو ابوك ما دخل وبالمنظر ده هتحوله، تمام؟ هو مش قادر يفهم ان انا غير مسؤول عن دخول الحاله دي. انا برد عليه بقول له انا مواطن زيك، انا لست مسؤول ان انا اوفر لك مكان في مستشفى او مكان في الرعايه المركزه. انا هوفره لك منين؟ انا راجل موظف زيك باخد مرتب في الشهر، بشتغل، عندي مكان ادخلك، دخلت ما دخلتش دي مش هتفرق معايا، تمام؟ انا المكان ده مش بتاعي، الدوله بتوفر لك المكان، ما وفرتش المكان، تمام؟ انا غير مسؤول، ما تتخانقش معايا، انا اسال المسؤول اللي لازم يوفر هذا المكان لهذا المريض في هذا الوقت، تمام؟ فالمريض مش قادر يفهم ان احنا غير مسؤولين. وزير الصحه لما جه عندنا في المعهد وقعد يعمل البروباجندا اللي هو عملها دي، طبعا طلعني الدكتور مش فاهم حاجه. ولو حضرتك اتفرجتوا على الفيديو الاولاني وانا بتكلم مع الوزير ودخل اول ما دخل على المريض فبقول لها ايه حضرتك دخلتي يكشف عليك؟ والدكتور جه بص عليا كذا مره، ده عمل لي كل حاجه، ده بدايه الفيديو، تمام؟ قبل ما طبعا يشوه صورتي قدام المريض ان الحاله ما دخلتهاش عندي في الطوارئ، وانا اصلا ما بعملش في كل الحالات، اخصائي الحاله هو اللي المسؤول عن الحاله، هو اللي بيعمل دخول، تمام؟ واخصائي الحاله قرر عدم دخول الحاله وكانت عامل لها اللازم
وزياده، والحاله قعدت عندنا في الطوارئ لحد ما اتعمل لها لازم وزياده، تمام؟ وفي الاخر الحاله دي طالعه معانا في الطوارئ بتتخانق علشان الوزير طبعا هيجي العيانين علينا. بيقول لك ازاي في الفيديو، بيقول لك ازاي عيان يجي الطوارئ ويروح. هو كل عيان يخش عندي الطوارئ انا مسؤول ان انا ادخله عندي دخول؟ عيان جالس مثلا جايب نازله معويه ادخله عندي المستشفى، اجيب اماكن منين؟ المستشفيات ما فيهاش اماكن. المستشفيات كلها متقفله، ما فيش امكانيات، ما فيش تمريض علشان يشتغل على حالات في الدور. بتلاقي مثلا ممرضه مع 20 حاله في الدور. ترتيب الحالات دي منسيه، ممرضه واحده على 20 حاله ازاي؟ اللي اقدر اقوله ان يعني البلد دي عمرها ما هتقوم طول ما نفس الشخصيات موجوده، طول ما نفس الفكر موجود، طول ما نفس الناس اللي بتحط القرار هي اللي بتحط القرار، مفيش حد بيتغير خالص.